الحسد إحساس عميق مش زي الغضب. يعني لو حد غضبان بيبان عليه إن هو غضبان، لكن الحاسد دايما بيحاول يخفي شعوره بالحسد عشان عارف إن هو صفة وحشة قوي وما ينفعش يظهرها للناس. بس أنا النهاردة هقولكوا على كام علامة توضح لكوا وتبين لكوا إذا كان الشخص اللي قدامكوا بيحسدكوا أو لأ. أول علامة، لو جيت تحكي لشخص حاجة حلوة حصلت لك، يعني مثلا جبت تقدير عالي ولقيت ان وشه في الاول كرمش او مثلا بقى حزين، وفجأة وبسرعة جدا اتبدل وبقى بيبتسم وبيهنيك قوي زيادة عن اللزوم، انت حسيت ان في حاجة اوفر او مش صح، حسيت انك مش مرتاح، ان المجاملة دي مش طالعة من القلب. ساعتها خد بالك ولاحظ اذا كان الشخص اللي قدامك ده بيحسدك فعلا ولا لا. ولو عايز تتأكد اكتر، جرب تحكيله على حاجة مش حلوة حصلت لك. وبرضو لو لقيت ان ملامح وشه في الاول ابتسمت ابتسامة خفيفة وبعد كده اتبدلت بسرعة قوي وبقت حزينة قوي واوفر قوي، بيبان الحزن بطريقة مبالغ فيها وبيحاول يمثل ان هو حزين زي ما انت حزين، بس هو من جوه بيكون فرحان ومبسوط بالاذى اللي بيحصل لك. طب انا هعرف ازاي ان هو مشاعره غير اللي هو بيظهرها؟ يعني اعرف ازاي ان هو بيحسدني؟ اول ما تحكي له حاجة عنك سواء كانت حلوة او وحشة، هتلاقي ان ملامحه في الاول مختلفة عن اللي هو بيحاول يظهرها، وبعدين بسرعة قوي هيبدأ يتحكم في وشه وياخد باله ان هو لازم يمثل ويظهر عكس اللي حاسس بيه. فانت لازم تاخد بالك قبل ما يبدأ تمثيل، وشوف ملامحه وهي بتتبدل بسرعة جدا عشان ما يظهرش اللي هو حاسس بيه. طبعا لو لاحظت العلامة دي في اي شخص، مش محتاجة اقولك ان انت ما تحكيلهوش اي حاجة كويسة بتحصل لك عشان هيحسدك، وممكن كمان يبدأ بغله وحسده ان هو يأذيك. والافضل انك تطلعه اصلا بره حياتك خالص، لان مكانه في حياتك مش صح. تاني علامة، ودي ممكن تكون يعني اكثر وضوحا، وهي الثناء المسموم. يعني ايه؟ زي ما قلنا الحاسد طول الوقت بيحاول يداري الاحساس الوحش اللي هو حسه ناحيتك، بس في حاجات صغيرة بتفلت من الإنسان بيبقى مش واخد باله منها، وحاجة من الحاجات دي وهي باينة قوي وواضحة قوي زي الثناء المسموم. يعني ايه ثناء مسموم؟ الكلام اللي هو بيبقى انا بمدحك بس انت مش حاسس ان انا بمدحك، انت حاسس ان انا بهزقك. بيحاول دايما يقلل منك في وسط الكلام وبيحسسك انك قليل وان اللي انت فيه ده اصلا ما تستحقهوش. هديكم مثال عشان تفهموا اكتر. لو انت فتحت مشروع والحمد لله بدأت الناس تعرفك ويجيلك زباين وانت فخور قوي باللي انت حققته وفخور بالانجاز اللي انت عملته، بس لما جيت تحكي للشخص ده لقيت رد فعله غريب جدا. هيقولك مثلا وجمعت فلوس بقى قد ايه؟ يعني هيحاول دايما يبين لك ان كل اللي انت بتعمله ده بتعمله بس عشان الفلوس، مش مهم بقى مجهودك ومش مهم الخطط اللي حطيتها ومش مهم انت تعبت قد ايه في المشروع ده. هيسيب كل ده ومش هيمدحه، وهيمسك في الفلوس اللي انت جمعتها عشان يقلل منك ويحسسك ان مجهودك ده بلا قيمة، وان كل اللي انت عملته ده بس عشان تجمع فلوس. هتحس انك مش مبسوط مع انه بيمدحك وبيشجعك المفروض يعني، بس تشجيعه حسسك احساس مش حلو، عمل مفعول عكسي. بدل ما كان المفروض يحسسك بانجازاتك ويحسسك بمجهودك العظيم اللي انت حققته، او ممكن يندموك على حاجات انت خسرتها خلاص عشان يحسسوك بالندم وبالحسرة. هيحاول بكل الطرق انه يحسسك احساس وحش من الاخر عشان هو اصلا حاسس احساس وحش تجاهك. لو لاحظت الثناء المسموم اكتر من مرة، اتأكد ان الشخص ده بيحسدك ومش بيتمنى لك الخير. ثالث علامة، ودي شبه شوية الثناء المسموم، وهي التعليقات الساخرة. في نوع من الناس اول ما بتتعرف عليهم تلاقيهم بيمدحوا كل حاجة فيك، مبسوطين قوي بيك ومعجبين قوي بيك، كل حاجة بتعملها لازم يعلقوا عليها تعليق حلو يقولك انت ازاي جامد كده. وبعدين بعد فترة لما يعرفوا نقاط ضعفك يبدأوا ان هم يعايروك بيها ويستفزوك في وسط الكلام، وانت هتكون مش فاهم هم بيعملوا كده ليه. انت واقف في النص، هم بيحبوني ولا بيكرهوني ولا ايه الحكاية؟ هيحسسوك احساس حلو قوي وبعدين يرجعوا يحسسوك احساس وحش قوي، ويرجعوا يحسسوك احساس حلو قوي وبعدين في وسط الكلام يحسسوك احساس مش حلو. فلو لاحظت التعليقات دي او لاحظت ان في شخص بيحاول يقلل منك في وسط الكلام او بيحاول عامة انه يحسسك احساس مش حلو تجاه نفسك، اعرف انه مش بيحبك فعلا، لان لو كان بيحبك مش هيبقى عايز انك تتألم.
وانت برضو وانت بتسمع التعليقات الساخرة دي أو الثناء المسموم هتحس بإحساس غريب، هتحس إنك مش مرتاح، هتحس دايما إن في حاجة غلط. فما تحاولش إنك أبدا تتجاهل الإحساس ده، وخلي بالك لأن دايما فعلا بيكون في حاجة غلط. رابع وآخر علامة معانا النهاردة، وهي إنك لو كنت مثلا مصاحب مجموعة من الناس ولقيتهم فجأة كلهم بيتجنبوك أو بيبعدوا عنك، اعرف إن في غيبة ونميمة حصلت. اعرف إن غالبا في شخص بيحسدك، بيتكلم عنك وحش في ظهرك وبيكره الناس فيك عشان هو مش حاسس إنك تستحق إنك تكون في وسط ناس أو الناس بيحبوك، حاسس إن حب الناس ليك ده زيادة قوي عليك. وطبعا هيعمل كده عشان يخليك تحس بأي إحساس وحش ممكن تحسه. كمان خلي بالك قوي من صاحبك اللي دايما بيتكلم عن الناس، وبالذات لو بيتكلم عن الناس وحش، لأنه زي ما بيتكلم عن الناس وحش معاك هيروح يتكلم مع الناس عنك وحش. وأخيرا لازم تفهم إن مفيش حد كامل، وإن كل إنسان فيه جانب حلو في حياته وده غالبا اللي بيظهره للناس، وفي جانب تاني مش حلو وده بيبقى مستخبي أو مش ظاهر قوي. دايما الإنسان بيحب يظهر أفضل ما عنده. فلو حسيت إن في شخص معين عنده ميزة مختلفة عنك وإنت مثلا مش عارف توصل لها، اتأكد برضو إنه عنده عيب مخبيه إنت مش هتبقى حابب إنك توصله. فما تحسدش الناس لمجرد إن إنت شايف الجانب الحلو اللي في حياتهم. كنت معاكم مريم غنيم من قناة مع بعض. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واستنوني في الحلقات الجاية إن شاء الله. سلام.